مرحبا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، ان شاء الله رب تكونوا بألف خير. ورجعت لكم بفيديو جديد لليوم. قبل ما نبلش الفيديو تبعنا بتمنى من الكل يصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ونبدأ بسم الله. زي ما انتم شايفين رح اعمل معاكم وصفة بتجنن، اللي هي بسبوسة الزعفران بطريقة كتير سهلة وبسيطة ومكونات ولا أبسط. حابين تشوفوا الوصفة؟ تابعوني. ورجعت لكم. انا زي ما قلت لكم باول فيديو رح اعمل معاكم بسبوسه الزعفران. انا ما بعرف شو قصدي على الزعفران، عملت كيكه الزعفران اليوم، هلا بسبوسه الزعفران. فرح احكي لكم عن المكونات كتير سهله وبسيطه. هلا عندي هون انا زعفران نقعته بمي فاتره طيب عشان احطه مع الخليط. عندي هون كوب لبن، 3 ارباع الكوب جوز هند، 3 ارباع الكوب زيت نباتي، عندي كوب سميد، 3 ارباع الكوب سكر وبيضتين. هذا طبعا بدي اخفون بالخفاء اليدويه. عندي هون ماء ورد، فيكم تحطوا شوي صغير، فيكم ما تحطوا، بس تعطيها طعم كثير طيبه. وعندي هون هل ناعم وظرف بيكنج باودر وفانيلا. وعندي هون حاطه صينيه تحتيها قالب التارت دهنيته طحينه طيب، وشغله الفرن على 180 من فوق ومن تحت. تمام. هلا رح نخفقهم على الخفاء العاديه. تمام. رح ازيح المكونات شوي مشان اتحكم بهذا. هسويها معكم خطوة خطوة. بسم الله. هلا بنحط البيض، مبين. تمام. هلا بنحط الفانيلا، نحط السكر. تمام. ورح احط اللبن مشان اخفقهم مع بعض، المكونات السائلة والزيت النباتي. تمام. هذا رح اخفقهم شوي صغيرة، مبين على الكاميرا. تمام هيك. شايفين بس بالخفاء اليدوية. طبعا لازم تشغلوا الفرن قبل الوقت. بحس حالي كتير مشتاقة للوصفات بصراحة. هلا قطعت شوي، سويت شغلة. هلا رح ارجع اسوي معاكم الوصفة. هلا بحركهم. بحس انا هيك وصفات اللي فيها سميد شغلات بسيطة بتكون تسووها بالخفاء العادية احسن. هلا رح احط الماء الورد. انا ريحة الماء الورد صراحة ما بحبها كثير، بس في وصفات بضطر اني انا احطها. بسم الله. الزعفران بجنن. هلا هيك تمام. تقريبا حطينا السوائل كلياتها والهيل. انا كانت عندي هذا صغير كتير بصراحة، فبحاول قد ما فيني اقلل الكمية وتكون كوب، 9 كوب سميد. بس انا يعني كتير دورت لحتى لقيت هذا القالب، عشان لما تقلبيه تحطي الصوص عليه بيطلع بجنن منظره. شفتوا؟ تمام. هلا نحط جوز الهند اخر شي السميد ونحرك. يا سلام، ريحة الزعفران كتير طيبة. على فكرة القهوة الخليجية الزعفران كتير بحطوها مع القهوة الخليجية وكتير طيبة طعمته بتطلع. عندي قهوة خليجية شوي صغيرة من الخليج، فرح اسويها مع هاي كيكة الزعفران، ورح اشربها مع هاي اقدمها معاكم. اعتقد هيك بكفي خفاء. تمام. هلا شو بدنا نعمل؟ شفتوا مسألة كتير سهلة وبسيطة. لما يكون جاي عندكم هيك ضيف بتسووها بسرعة، يعني ما بتاكل معكم وقت، والتشريبة بتشربوها اياها، يعني انه الصوص بنسويه دغري، بس تطلع من الفرن وسهلة. هلا رح تنفخ معنا شوي، مشان هيك حاطة صينية تحتيها، بخاف ينكب الفرن عندي بحترق وبصير صعب تنظيفه. تمام. هلا هيك. هلا رح احطها بالفرن على درجة حرارة 180 من فوق ومن تحت. تمام. تقريبا نص ساعة. انتم بتشوفوها، اذا تحمرت معكم تصير تمام.
هلا بسبوسة الزعفران حطيتها بالصحن، بس هون لما حطيتها وقعت شوي من هون طرفها، بس مش مشكلة. هلا بتتغطى بالصوص. الصوص عندي فيكن تحطوا كريمة سائلة، فيكن تحطوا كريمة بودرة، بس أنا خلصت من عندي. هلا فيك تحطي رح أحط علبة قشطة، رح أحط شوية نسلة وأخلطهم تمام ونحطهم فوقيهن. وعندي رح أزين بالورد المجفف، عندي هون فستق حلبي حطيت له شوية ملون أخضر مشان يطلع شكله حلو، وهون حطيت رشة زعفران. رح أخفقهم شوي صغيرة وأرجع لكم تمام. هلا هيك طلع شكلها، ما حبيت اني احط لها كتير صوص. هلا رح احط الجناب هدول فستق الحلبي، هسه بايدي احسن، خايفة خرب الدنيا. رح احط بايدي. اذا ما كان عندكم الفستق الحلبي انه اخضر، حطوا عليه من هذا بيمشي الحال، لون اخضر. انا عندي بودرة وعندي سائل، يطلع شكله احلى لما تزينوه. هلا انا ما حطيت الزعفران كتير، حطيت رشة خفيفة بس انه يعطي لون خفيف. تمام. هلا لو زاد عندي بحطهم بعلبة، بحطهم بالبراد ما بصير شي، استعملوا شي تاني. تمام. شكلها بجنن طلع ما شاء الله. جربوها طريقة انا دقت الاطراف تقريبا لما شلت القالب، طلع شكلها بشهي. هلا ليكم رح احط الورد هيك، فيكن تفتفتوه الورد تحطوه على الجناب، فيكن تحطوه زي ما هو. الورد المجفف انا كتير عم بستعمله، وصفات حلو بجنن منظره، خصوصا برمضان اكلات المهلبية. هلا شوفوا ما احلى منظره. هلا رح اقدمها معاكم هاي واخليها لتاني يوم بالبراد. كيكة الزعفران كمان زينتها، انا عملت باليوم كذا وصفة، رح احطهم لكم اياهم كلها بين قناتي ان شاء الله. بقلب الاسبوع هذا رح احطهم كلهم. تمام. هيك احلى، شوف شكلها ما احلى بجنن. وبهيك انا خلصت وصفتي لليوم. ليكوا شقفت شقفة، قلت مشان ما اتخلف لاني انا اخر شي اخر اول مقطع واخر المقطع ما بصور بالقاعدة، بصور على الطاولة هون واطي شوي. فليكوا جمال القطعة ما احلاها بجنن. ليكوا الصوص، ليكوا شكلها كيف. جربوها طريقة كتير سهلة وبسيطة، واذا اجت هيك مفاجأة عندكم والزينة كمان اختياري، فيكم انتو طبعا تزينوا زي ما بدكم. هلا رح ادوقها معاكم، ندوق طعمة الزعفران كيف بتشهي. تشهي طريقة لازم تجربوها، وكتير سهلة وما بتاكل وقت منكم. لا تنسوا تشتركوا بقناتي وتدعموني وتعملوا لايكات وهيك، وتحطوا لي تعليقات حلوة، وان شاء الله تضلوا بألف خير يا رب.